فكر معايا كده في قرار، لان من الواضح ان اداره النادي الاهلي مش عارفه تاخد قرار في موضوع المدرب يستروب ده. دلوقتي اداره الاهلي خايفه تقيله علشان ما تلبسش في الشرط الجزائي، وبالتالي يبقى اهدار اموال وتخسر فلوس. صح؟ كلام سليم. طب ما تيجي تفكر معايا كده، هو انت لو خليته وخسرك الدوري انت كده مش خسرت اموال وخسرت فلوس؟ طب هو انت لو خليته ومشيتوش عشان ما تخسرش شرط جزائي وخسرك افريقيا، مش انت كده تبقى خسرت فلوس وخسرت اموال؟ هو انت لو خليته وما مشيتوش وخسرت دوري وخسرت افريقيا وخسرت مركز تاني في الدوري وما عرفتش تتاهل لبطوله افريقيا، مش كده يبقى انت خسرت فلوس؟ هو انت لو خليته وما مشيتوش وما عرفتش تتاهل لافريقيا وشاركت في الكونفدراليه، مش ده اسوأ ما يمكن انه يحصل؟ ان الاهلي بقيمته دي بالسكواد اللي معاه ده انه يشارك في الكونفدراليه؟ هو انت لو خليته وما مشيتوش عشان خايف تدفع الشرط الجزائي وتهدر فلوس وما تعرفش تشارك في كاس العالم للانديه وما تعرفش تشارك في الانتر كونتيننتال، مش ده برضه مشكله واكتر من خساره الفلوس؟ خساره قريبه احسن، هو في كلتا الحالتين خساره، مش هقول لك خساره قريبه والمكسب بعيد، في كلتا الحالتين خساره، بس خساره قريبه افضل وتعتبر اقل الخسائر من الخساره البعيده. امشيه دلوقتي تمام وادفع له الشرط الجزائي واتحمل، اداره النادي الاهلي تتحمل مسؤوليه الخطا اللي عملته والقرار الخطا اللي خدته، افضل من ان هي تخليه عشان ما تخسرش الشرط الجزائي وبالتالي يخسرك دوري، يخسرك افريقيا، ما تعرفش تدخل الانتر كونتيننتال، ما تعرفش فرصه ان انت تخش كاس العالم تتضاءل، تفضل تستنى السنه الجايه. وانا بقول لك مش هتعرف تفنش تاني، انت هتفنش تالت، فبالتالي مش هتعرف تدخل افريقيا السنه الجايه، فبالتالي هتشرف في الكونفدراليه، فبالتالي هتبقى خساره من كل الجوانب. فانهي الاسلم وانهي الاحلى وانهي الافضل بالعقل كده؟ امشيه دلوقتي واخسر شرط جزائي فلوس بس، ولا اخليه عشان ما اخسرش فلوس وبالتالي هخسر فلوس وبطولات؟ لان الراجل ده مليون في المية هيخرج نادي الاهلي الموسم ده بلا بطولات. الاهلي اتورط في الراجل ده.